السلام عليكم ورحمة الله. تعليق قوي جدا من عمرو أديب على الخراب اللي بيحصل في نادي الزمالك. قبل ما نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. مبسوطين جوه نادي الزمالك. انا ما بتكلمش على المبسوطين بره نادي الزمالك. المبسوطين بره نادي الزمالك دول انا فاهم مبسوطين ليه. اللي جوه النادي الزمالك مبسوطين على ايه؟ ايه اللي يبسط في النادي؟ ايه اللي بيجرى في النادي عظيم؟ ايه المؤامره اللي معموله على الزمالك؟ يعني دايما يقول لك مؤامره ايه؟ ده احنا المؤامره، ده احنا قلب المؤامره من جوه. احنا ايه مؤامرتنا؟ ايه اللي بيتعمل؟ انت حد مسؤول ان انت ما بتجيبش مدرب؟ تقول له طب يلا ده، يقول لك لا مش ده، هنعمل لجنه. طب اللجنه نعملها، لا مش لجنه. طب هي ايه؟ اقول لكم ايه هي الفوضى، ان النادي يتحول الى خرابه، وهذا هو الامر الان. يا تلحقوه يا ما تلحقوهوش، والله ما فارق معايا هتعملوا ايه. ما هو خلاص، ما هو بقاش يعني المساله مش في ايدينا، المسألة مش في ايدينا. فشوفوا هتعملوا ايه وقولوا لنا. بس انه يتساب كده هذا امر يعني بصراحة لا احسبه تعمدا قد ما هو سيبوه يقع. ودوشه بقى ومشاكل، ما اي حد تكلمه يقول لك اصل دوشه بقى ومشاكل. طيب خلاص سيبوه يقع، دوشه بقى بمشاكل اما يخلص خالص. انتوا عارفين في حاجات كده يسيبوها لما تتهد خالص، يعني اما تاكل نفسها بنفسها وبعدين خلاص. يعني مدرب الزمالك اللي عمل الماتش ده قال لهم عيب عليكم الخساره بالثلاثه. ايه عيب عليهم ليه؟ هم ذنبهم ايه؟ ده لعيب، ده لعيب مش عارف حاجه، مش شايف حاجه في النادي، مش شايف رئيس، مش شايف مدرب، مش شايف مرتب، مش شايف اي حاجه. بصوا وش اللعيب. لكن في حد قال لك ايه؟ دعه يسقط، دعه يموت. ربنا بقى يعني يتولاه برحمته ونقرا عليه الفاتحه كده او مش مهم مين، 1 2 3 مدرب كذا، لعيبه جديده كذا، فلوس هنجيبها بالطريقه الفلانيه، هنعمل كذا. نركز يا جماعه، نركز في النادي، نركز في اللي بيجراله. انما الحاله ديت ان ده نادي للخناقه، نادي للمشاكل، نادي للتعديلات القانونيه والتفسيرات القضائيه. هو في نادي كده في العالم؟ اتحدى في العالم في نادي كده في العالم بيحصل فيه اللي بيحصل ده؟ لا يمكن، لا يمكن، ايا كان نوعه، ايا كان الدرجه اللي بيلعب فيها. ارجوكم او لا ارجوكم، بنا معاكم. وانا عارف طبعا النتيجه ايه. محدش هيشتغل على النادي، كله هيشتغل على الخناقه. احنا قاعدين في النادي ده بنشتغل خناقات، انما ما نشتغلش مباريات، ما نشتغلش مسابقات، ما نشتغلش لعيبه. لا، هو كل الهم ايه؟ نرد ونقول له لا ده احنا كذا، ده هو الموضوع كذا. طب فين الفعل على الارض؟ هل ده طبيعي؟ انا اتحدى حد يقول لي ان ده طبيعي. السنه دي اسوأ سنه، هي بجد اسوأ سنه، ومفيش اسوأ من كده. يعني مفيش